بتقول ايه؟ وسام ابو علي بيتفوق على ميسي؟ معلش بس انت قصدك ميسي مين؟ احمد عادل ميسي ولا ميسي مين؟ ميسي بتاع الارجنتين؟ انت بتتكلم ازاي؟ ايوه زي ما سمعت كده الخبر ده حقيقي والله، لسه جاي من الدوري الامريكي. بس قبل ما اقول لك التفاصيل ما تنساش تعمل لنا لايك وفولو وتشير الفيديو ده لكل اصحابك. وسام ابو علي مهاجم الاهلي السابق بيتفوق على ليونيل ميسي في الدوري الامريكي. خبر صادم لكل الناس ومفاجاه. ازاي وسام ابو علي يتفوق على الاسطوره، على التاريخ، على كره القدم ميسي؟ وسام ابو علي في الدوري الامريكي لحد دلوقتي عامل 4 مساهمات تهديفيه، لكن ميسي عامل 3 بس. دي حاجة غريبة والله العظيم، دي حاجة تجنن والله العظيم، دي حاجة تحرق دم جمهور الأهلي والله العظيم. لما يكون عندك لعيب زي وسام أبو علي وتفرط كده فيه بكل سهولة مع أول عرض يجيله. أنا عارف إن أنت تطلع تقول لي أصل اللاعب هو اللي كان عايز يمشي، أصل أنت ما شفتش هو عمل إيه، أصله ضغط على الإدارة زي ما عمل قبل كده مع فرقته القديمة عشان خاطر يجي النادي الأهلي. أحب أقول لك على حاجة، كل الامكانيات اللي النادي الاهلي فيها دي لو كان عايز يضغط بحق مشروع طبعا ويقعد وسام ابو علي في الفريق كان هيعمل كده. ابسط مثال، انت رحت جبت عمر الساعي اديته 50 مليون وما لعبش، رحت جبت عمرو الجزار 60 مليون، مصطفى العيش 70 مليون، وبتروح تدفع ارقام كبيره جدا في كاموتش بقى ويا السرب، وبتدفع هنا وهنا وهنا. انا لو كنت وفرت 8 صفقتين فاشلين من اللي انا رحت جبتهم وتعاقدت معاهم وزودت عقد مرتب وسام ابو علي كان قعد. لو حاولت اعمل له ترضيه ان هو يعمل اعلانات زي ما باقي اللعيبه دلوقتي بقت تحط رجلي على رجلي وتتنك وتقول لك انا عايز فوق مرتبي ترضيه، ان انا اعمل اعلانات، ان انا اخد فيلا، ان انا اخد شقه، اخد عربيه. انت لو كنت دورت كويس وحسبتها صح ان انت توفر كل الصفقات التانيه دي وما بصيتش لفلوس وسام ابو علي، معلش فلوس ابو سام ابو علي دلوقتي فادت النادي الاهلي في ايه؟ انت خلاص الدوري اهو شبه بيروح، ثالث دوري، كاس مصر راح، افريقيا خلاص شكرا، كل البطولات انت شبه خارج بموسم صفر لحد دلوقتي. ربنا يستر على الدوري طبعا، ومن الدوري تقدر تاخد السوبر، بس انا وانت بنحلم بالكلام ده لان انت حاليا ما عندكش اللعيب اللي يخلص، ما عندكش اللعيب اللي زي وسام ابو علي كان بيتالق في مباريات كبيره جدا وكان بيحرز الفوز للنادي الاهلي في ماتشات ميته، في لعيبه جنبه اصلا ما كانش عندها روح. الوحيد اللي كان بيلعب بروح وبشرف ومقاتل، غير ان هو مواصفات لعب مش هتتكرر. انا اول مره اشوف لاعب بيلعب بيمينه وبشماله وبيلعب براسيات كويس جدا وبيكون محطه وسريع وبيعرف يضغط وبيعرف يحط فاولات ويشوط ضربات جزاء. انا لو كان عندي لعيب زي ده كنت بعت كل الصفقات الفاشله اللي انا جبتها وصرفت فيها فلوس ووفرت الفلوس دي كلها واديتها لوسام ابو علي عشان خاطر يكمل مع النادي الاهلي. انتوا بقى اكتبوا لي في الكومنتات، لو عرض وسام ابو علي تاني على النادي الاهلي وفي ايده ان هو يرجع، تختار ان وسام يرجع ولا ما يرجعش؟